انت سمعت قبل كده عن التابوت الأسود اللي لقوه في الإسكندرية؟ القصة بدأت سنة 2018 لما كانوا بيحفروا في منطقة سيدي جابر علشان يبنوا عمارة عادي جدا، وفجأة لقوا تابوت ضخم مصنوع من الجرانيت الأسود وزنه أكتر من 30 طن. أيوة، تخيل، أكبر تابوت اتلاقى في اسكندرية. الموضوع قلب الدنيا والناس بدأت تقول أكيد ده تابوت الإسكندر الأكبر، أكيد في لعنة فرعونية لو اتفتح تحصل كارثة. لكن العلماء قالوا لازم نفتح ونشوف الحقيقة، ولما فتحوه طلع ريحة فظيعة ملأت الشارع كله. جوه لقوا 3 هياكل بشرية، والعظام باين عليها إنها كانت راجعة لمحاربين أو جنود، بس مفيش أي نقش أو علامة تقول مين هما. الغريب بقى إن المية اللي كانت جوه التابوت كانت حمرة غامقة. الناس خافت وقالوا دي دماء محنطة، لكن العلماء وضحوا إنها مية صرف دخلت مع الزمن. وبرغم كل ده لسه محدش يعرف مين اللي اتدفن جوه التابوت الأسود ده، ولا ليه كان مقفول بالطريقة دي. يعني باختصار السر لسه ما اتفتحش.